تعالوا بقى ما اقول لكم اللحمه الجميله دي هنعملها لايه. وعايزه اقول لكم ان هي مش بتتعامل بنوع لحمه معين، لا، باي قطعه لحمه تقدروا تعملوها بيها. طبعا انا كانت عندي قطعه لحمه في الفريزر، جبتها وقطعتها، حاولت ان انا اقطعها شرايح كده، بس مش شرايح رفيعه، لا سميكه شويه، ودقتها شويه عشان افردها وعشان ما تاخدش معايا سوا كتير. معايا هنا 3 بصلات بشرتهم، اخدت الميه بتاعتهم فقط لغير، اخدت الميه بتاعتهم. وخليكم معايا عشان اقول لكم اللحمه دي لايه، لان هتعجبكم في الاخر. طبعا هنا حطيت معلقه ملح صغيره، وهحط فلفل اسود معلقه، وهحط معلقه بهارات مشكله، وهحط يعني ربع معلقه صغيره قرفه. تمام. وبعد كده هحط بهارات لحمه، وهحط 7 بهارات، وهحط جنزبيل، ده الجنزبيل. تمام. برضو هحط ربع معلقه صغيره جنزبيل وبهارات لحمه والسبع بهارات. تمام. ورشه بقى ايه، الزعتر الجميله، رشه زعتر. تمام. ومش كتير يعني. معايا هنا ربع كوبايه خل، ربع كوبايه خل صغيره، يعني ربع فنجان، وربع برضو زيها زيت، ربع فنجان صغير زيت وربع خل. هقلبهم بقى كويس. وبعد كده بقى هجيب بوله فاضيه عشان اتبل اللحمه الجميله بتاعتي. خليكم معايا عشان تعرفوا اللحمه الجميله دي هنعملها لايه. طبعا انا فضيت شويه كده في البوله، وهرص بقى اللحمه بتاعتي، وهبدا ان انا ايه انزل عليها، بحيث ان هي ايه التتبيله تدخل في اللحمه كلها وتتبل معايا كويس. وزي ما قلت لكم بتتعامل باي لحمه موجوده عندكم، مش بنوع لحمه معين. تمام. بتجيبوها وبتقطعوا شرايح كده، ما تكونش شرايح رفيعه، لا سميكه عادي، وبتفردوها بمدق البفتيك. تمام. بتتفرد معاكم شويه، وفي نفس الوقت ما بتاخدش سوا كتير. كده انا خلصت اللحمه بتاعتي. هنزل بقى ببقيه التتبيله كده على الوش، واغطيها وادخلها التلاجة. طبعا التتبيله دي بتفضل معاكي 3 4 ساعات 5 ساعات، ممكن تعمليها من بالليل وتحطها في التلاجة للصبح، مفيش مشكله، بتبقى احلى وبتديكي طعم احلى. تمام. شايفين بقى التتبيله بتاعتنا الجميله دي مع حته اللحمه الجميله. هغطيها بقى وهدخلها التلاجة. وطبعا لغايه دلوقتي ما قلتلكوش اللحمه الجميله دي لايه، هتتفاجئوا بيها. هدخلها التلاجة بقى، وتاني يوم هجيبها. ده تاني يوم شربت التتبيله معايا، وطبعا هتديني طعم روعه 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 بجد. دي بقى كانت اللحمه بتاعتنا اهي. هجيب بقى طاسه على النار، هحط معلقه زبده، معلقه زبده كده حلوه كويسه، ومعاها شويه زيت. ومجرد ما يسخنوا هنزل بقى باللحمه بتاعتي. تمام. زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك هشوحها من الجنبين بس كده يتغير لونها، وتنزل الميه بتاعتها كده والميه تنشف. تمام. يعني مش هسويها، لا، انا هشوحها تغير لونها من الجنبين، والميه بتاعتها دي تروح اللي هي تنزل، لان طبعا هي فيها سوائل هتنزل. بعد كده بقى هجيبها تكون جاهزه معايا كده. بقى نزلت الميه اهي، دي الميه بتاعتها السوائل. هسيبها لما تنشف كده على نار هاديه، مش هتطول معايا على النار، مش هتطول نهائي، يعني ممكن يكون من 10 دقايق لربع ساعه، لغايه السوائل بتاعتها دي ما تنشف كده كويس. وبعد كده ايه، هاخدها بقى. طبعا انا اما اللحمه بتنزل في الزيت بتبدا تكش شويه، فبتخليلي مساحه اقدر ان انا اخلص الكميه بتاعتي، لان طبعا في الاول ما بتاخدش الكميه كلها. بعد كده لما بتكش شويه بتبدا فيه مساحه، فبضطر ان انا احط بقيه الكميه. كده بقى اللحمه بتاعتنا جاهزه. ما اخدت ربع سوا، عشان تكونوا عارفين اخدت ربع سوا. تمام. طبعا اللحمه الجميله بتاعتنا دي بقى تستاهل كده ان احنا نحطها في طاجن ورق عنب. يا سلام، تتحط كده في ارضية ورق العنب، حاجة بجد اللهم بارك جميلة جدا وروعة جدا. اصلا شايفين لون اللحمة، التتبيلة اللي انا قلتلكوا عليها دي جميلة جميلة جميلة.
ان انتوا تتبلوها وتشوحوها وتحطوها كده في تحت في ارضية ورق العنب، بتبقى جميلة وبتاخد طبعا المزازة بتاعت ورق العنب، بتبقى حلوة اوي. تمام. طبعا بقى هنكون مجهزين الحلة بتاعتنا الحلوة كده، هنكون طبعا عاملين الارضية بتاعتنا زي ما بتعملوها. انا عندي ارضية المحشي بتاعي بحط طبعا خضرة اللي هو الشبت والكزبرة في الارضية، وبعد كده بقطع بصل وفلفل وطماطم وبرصهم، وبعد كده برص الورق بتاعي ان كان ورق عنب او كرنب، وبرص اللحمة بتاعتي. تمام. بخلص بقى بنتهي بقى من الرص بتاعي ده كله، وببدأ بقى ارص ورق العنب عليه. تمام. ورق العنب برصه على اللحمه بقى لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي. طبعا انا ما جبتلكوش ورق العنب وانا برصه، لان طبعا انتوا كلكم بترصوا ورق العنب، فمش مستاهل ان انا كنت اصورها يعني. هخلص بقى الحله بتاعتي الجميله وهطبخها واسويها. وبكده بقى دي ورق العنب بتاعنا بعد ما استوى. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، قطعه اللحمه مستويه سوى جميل جدا، سوى مستويه سوى كهرمان بصراحه يعني. انا ما كنتش عارفه امسك قطعه اللحمه لانها مستويه خالص 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 خالص، ما كنتش عارفه امسكها. شايفين بتساب في ايدي بسرعه، وما كنتش عارفه امسكها عشان سخن، بتدوب دوبان كده دوبان. جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم، وقولوا له رايكم ايه، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده، واقول لكم دمتم بخير وفي رعايه الله. وما تنسوش اللايك وكومنت حلو كده من قلبكم، واقول لكم في رعايه الله.